عندك صبر يعني باع طويل في المباراة، والحمد لله يعني هذا خطة مدرب ان نصبر في المباراة لحد آخر دقيقة، والحمد لله كسبنا الفوز وتأهلنا، وإن شاء الله ما بس نفكر في الكاس، نفكر في الدوري والصعود إلى المحترفين إن شاء الله. دخلت كبديل، هل كنت متوقع انك راح تسجل هدف الفوز؟ الله العظيم يعني الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه وتعالى، ما كنت متوقع. الحمد لله رب العالمين سجلت وساهمت في الفوز. الحمد لله رب العالمين بتوفيق من الله، بفضل جهود اللاعبين، جهود الإدارة ومساندة الجماهير. الحمد لله تمكنا من الفوز. طبعا انت تلعب مع فريق تعرف امكانياته، فريق في عمان موبايل، فريق يملك لاعبين يعني على مستوى عالي. فريقنا نحن كبوشر اغلبيتهم من اللاعبين الاولمبي، فضروري انك تحترم وتكون واقعي في المباراه. فاحترمت المنافس، وفي المقابل استغليت النقاط الضعف اللي عندهم واشتغلنا عليها اسبوع كامل، والحمد لله رب العالمين توفقنا بفضل من الله. الحمد لله رب العالمين. نحن في كل مباراة بحد ذاتها نعتبرها بطولة، لأن مثل ما قلت لك سابق أغلب لاعبينا هم لاعبين أولمبي، ونحن في مرحلة بناء، فكل مباراة إن كان في الدوري أو في الكاس نعتبرها بطولة للفريق قبل كل شيء يعني. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله مرحلة مرحلة، ونتمنى أن نوصل الكاس بإذن الله. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. الفريق كان حاضر في الملعب، الفريق كان مؤدي بشكل كبير. وجهنا كلمات للشيخ سيف، والحمد لله رب العالمين ربنا أكرم بالفوز، وهذا شيء كبير يعني. الحمد لله صعدنا إلى دور 8. مثل ما قلت قدمنا مباراة كبيرة، وكنا مسيطرين على المباراة من بدايتها لنهاية المباراة. سبحان الله ضيعنا فرص كثيرة، يعني أكيد غياب ضيوف أثر كثير على الفريق. كنا مفتقدين للمهاجم اللي ممكن يخلص